لا يصورونه. وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي. أنا لا أسامحه ولا أبيحه أن يضع صورتي. كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي، ولا أرضى بذلك، لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي. هذا الذي أقوله لإخواني جميعا، وأنصح به إخواني جميعا، وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر، أني لا أرضى أن توضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني. هذا اعتقادي. وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز ورخصة القيادة، هذا شيء آخر، قد يقال أن صاحبه في ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها. لكن نقل المقالات في الصحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبها. صاحب المقال معروف وإن لم توضع صورته. أحسنتم. نعم. وفقكم الله خير الجزاء. هذه الرسالة من المرسل إبراهيم حسين الحويطي من جدة البريد المركزي. في الحقيقة لم يضمن رسالته أسئلة وإنما هي استشارة. يقول في هذه الرسالة